السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أقدم لكم اليوم طريقة عمل الثومية أو صلصة الثوم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبدون استخدام بيض أو بطاطا. المكونات هي: نحتاج إلى 3 فصوص من الثوم، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، نصف ملعقة كبيرة من الخل، ربع ملعقة صغيرة من الملح، نصف كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، وربع كوب من الحليب. نبدأ بسم الله. طريقة العمل: نفرم 3 فصوص من الثوم بهذا الشكل ونضعهم في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك نضيف لهم ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة كبيرة من الخل، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وأيضا نضيف لهم ربع كوب من الحليب. طبعا لنجاح هذه الوصفة يجب أن تكون كل المكونات باردة، يعني يجب وضع الحليب مع الزيت والخل وعصير الليمون بالثلاجة قبل عمل هذه الوصفة حتى تتماسك لدينا الوصفة ويصبح لدينا خليط متمازج وسميك مثل الذي يصنع في المطاعم، ونخلطه بالخلاط الكهربائي بهذا الشكل. بعد ذلك نضيف لهم نصف كوب من زيت الزيتون، أو أيضا يمكنكم استخدام زيت دوار الشمس أو الزيت النباتي، ولكن طبعا يفضل استخدام زيت الزيتون بهذه الوصفة، يعطي نكهة رائعة، وأيضا هو أكثر صحي من الزيوت الأخرى. ونخلط كل المكونات بهذا الشكل إلى أن يصبح لدينا خليط متماسك، يعني خلال دقائق. وهذا هو قوام الخليط مثل ما تلاحظون، قوام رائع ومتماسك. طبعا عند وضعه بالثلاجة راح يتماسك أكثر. هذا هو قوام الخليط مثل ما تلاحظون أعزائي. إذا تحبون الخليط يكون أكثر سميك يمكن وضع كمية أكبر من الزيت، يعني بدلا من استخدام نصف كوب من الزيت يمكنكم استخدام 3/4 الكوب من الزيت. وهذا هو الشكل النهائي لصلصة الثوم أو الثومية. تحفظ بالثلاجة لمدة أسبوع، وهي وصفة جدا صحية ورائعة لأنها خالية من المواد الحافظة وخالية من البيض، وبطريقة جدا سهلة وبسيطة. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة. شكرا لمتابعتكم، وإلى وصفة جديدة إن شاء الله، وفي أمان الله.